كان في راجل معاه كاميرا، وفي يوم كان بيصور عامل، وأول ما طلع الصورة اكتشف إن العامل هيحصله حادث. جري عليه بسرعة قبل ما يطلع السلم وحذره إن في حادث هيحصل هنا، بس العامل افتكره بيهزر وبيسخر منه وراح صفعه ومسك عصاية وقال له يلا امشي من هنا. الراجل افتكر إن الكاميرا بايظة، بس وهو ماشي فعلا حصل اللي كان في الصورة. ساعتها اتأكد إن الكاميرا بتصور اللي هيحصل في المستقبل. في يوم واحد من صحابه دعاه يسافر معاهم في رحلة. أول ما دخل الطيارة كان شكله بسيط قوي، وكل اللي في الطيارة ضحكوا عليه. قعد على الكرسي وصور واحد من الركاب، ولما بص على الصورة شاف إن هيحصل حادث في الطيارة. بدأ يحذرهم ويقول لهم لازم ينزلوا وإن الطيارة دي هتتحطم، بس أصحابه غضبوا وافتكروا إنه بيهرج واتهموه إنه مجنون، وقال لهم إن الكاميرا بتتنبأ بالمستقبل، بس محدش صدقه وكان بيحاول بأي طريقة يمنعهم. صحابه قعدوه غصب عنه على الكرسي، وكانت الطيارة خلاص هتقلع، والمضيفة جات اتوسل ليها وقال لها إنه عايز ينقذهم، بس برضه ولا حد صدقه. في الآخر طلب من الطيار إنه ينزله لو محدش عايز ينزل معاه، وفعلا نزل من الطيارة ونزلت معاه واحدة من صحابه. وبعد ما الطيارة طلعت حصل اللي كان قال عليه، البرق ضرب الطيارة